اسمي علياء أغلو، ربة منزل. من المكون يعني بدك تقول المكون العربي والتركماني يعني نحن تربينا. أنا من اللاذقية تربيت يعني بين العرب طبعا، لأن من زمان نحن أجدادي هاجروا إجوا على اللاذقية، وبعد ما هاجروا جيت أنا تجوزت هون بالحسكة، يعني بالضبط بتل تمر يعني. ويعني نحن تعايشنا مع كرد وعرب وآشورية، يعني كنا واحد. بس أول ما تزوجت شفت كثير يعني عنصرية صراحة، إني هيدي عربية. يعني ليش مثلا فلان تجوزها؟ ليش ما في يعني مثلا كراد هون لا يتجوز هالعربية؟ بعد ما تخالطوا معي، بعد ما هيدي مشي الحال. وبتعرفي هلا بعد الثورة ثورة 19 تموز وثورة المرأة، هي بحد ذاتها هي ثورة المرأة وثورة فكر القائد عبد الله أوجران وفكر الأمة الديمقراطية والتعايش المشترك والعيش مع بعض. يعني تغير نظرة العالم كثير. يعني هلا نحن بتل تمر في عرب وفي كراد وفي آشورية ومن كل المكونات. يعني نحن كمجموعة عرب وكراد وآشورية صرنا ايد وحدة، في تضامن، في محبة من قبل بس هلا زادت بفكر القائد وفكر الأمة الديمقراطية. يعني هذا الشيء دستور او مثل ما بيقولوا شيء عظيم صار بالنسبه بعد ثوره 19 تموز. دول اوروبا في عنصريه، حتى في عنصريه للمسلم والمسيحي، في عنصريه لهذا انسان اسود وهذا انسان ابيض، في عنصريه للغه. يعني اللغه اهم شيء. هلا واحد مثلا بده يروح على اوروبا اذا ما يعرف لغه هذا منبوذ. يعني حتى بالداخل مثلا بتشوفي هذا بيقول انت علوي وانت سني وانت يعني في بس نحن هون بالاداره الذاتيه صرنا كلياتنا ايد واحده، ما بقى في فرق ان هذا عم يحكي اشوري ولا هذا عم يحكي كردي ولا هذا عم يحكي، كل واحد عم يحكي بلغه الام اللي تربى عليها. مثلا انا لغه الام، انا هلا مثلا زوجي كردي عم بيحكي عربي، ما عم بيحكي كردي، صار في ديمقراطيه يعني. ومثلا الاشوري بيحكي اشوري بكل حريه. من قبل ما كنا نعمل هيك، ما كنا يعني مع احترامي للكل اني ما كنا نحكي. مثلا الكراد ما يقدروا يحكوا كردي، الاشوري ما كان يقدر يحكي اشوري ولا كان يقدروا يكتبوا. هلا لافتات بالكردي والعربي والاشوري، يعني كثير صار هلا شغلات متطوره. هلا بتشوفوا وقت بتمري من هون للحسكه مثلا اي قريه مكتوب فيها 3 لغات. يعني هذا كثير شيء عظيم، في تطور، في ديمقراطيه، في انفتاح، في فكر، يعني فكر ديمقراطي. نحن بنتمنى هالفكر الديمقراطي، هالشيء اللي عم نمارسه بالاداره الذاتيه بالروج ابا، انه ينتشر بكل انحاء سوريا، مو بس سوريا، كل انحاء العالم. لان نحن هون صرنا ايد واحده، حتى قاومنا الاحتلال التركي مع بعض. يعني يوم اللي كان الاحتلال التركي يهجم على تل تمر، تشوفي اللي نحن واقفين على الموزيه كرد وعرب واشور كلياتنا، ما كان في فرق. ما تعرفي انه هذا كردي او كان هذا عربي، كلياتنا كنا واقفين وصامدين، كان مرة ولا رجل، صامدين ضد الاحتلال التركي. الهجوم الشرس اللي صار علينا على روج ابا والقرى الاشوريه من قبل داعش. طبعا داعش متطرف، يعني ما يعرف شو هو الإسلام. لو كان يعرف هو الإسلام ما كان دخل على الأخوة الآشورية وقتل شبابها واغتصب نساءها وسبى نساءها. يعني هذا الشيء كمان لو تشوفي يوم اللي صار الشيء اللي فاتوا على القرى الآشورية، كلياتهم انتفضوا ضد داعش، انتفاضة واحدة، عرب وكرد آشورية. نعرف إن مين أنقذ الآشوري؟ العرب والكراد. مين كان يهجم على داعش؟ العرب والكراد والآشورية طبعا معهم. يعني كانت هجمة شرسة. بعد ذلك نحن انتصرنا على الفكر المتطرف، فكر داعش، بتلاحمنا، تلاحم الأمة الديمقراطية. ونحن فسيفساء، يعني مجموعة من مثل الحديقة اللي فيها عدة ورود. نحن كمان هون كاتفنا على داعش وانهزم هزيمه كبرى. النساء بيقدروا يحموا، لان النساء هي الاساس. ما بيقولوا النساء
ضد النساء مثلا نصف المجتمع، لا، النساء المجتمع كله، لأن هي الأم وهي الأخت وهي العاملة وهي الدكتور. يعني النساء يقدروا بتكاتفهم، بفكر القائد، بفكر المرأة الحرة. إذا المرأة الحرة ضلت بهالفكر هذا وفكر قائدنا بدها تنتصر ومنتصرة. يوم الحرب داعش وحرب ال 33 فصيل اللي اجى، النساء كانوا يطلعوا دوريات بالليل، يحموا بيوتهم، يحموا مناطقهم، يحموا ارضهم، ما كانوا يروحوا محل، كانوا هن يعملوا الاكل للشباب، هن كانوا يعني يتناوبوا مع الشباب اللي كانوا يوقفوا على الموزيات. المرأة هي اللي قامت بالثورة، هي اللي دافعت عن الثورة، هي اللي كانت بظهر الرجل مع الثورة. الثورة بنيت من فكر المرأة، فكر الحر اللي أعطاها إياه القائد، يعني فكر واسع وشيء هذا عظيم. نحن نتمنى للقائد من هون إن الحرية بأسرع وقت، ونطلب من جميع الحقوقيين وجميع الدول أو اللي تنادي بالحرية أو المنظمات الأمم المتحدة إن يطالب بفك أسر القائد، لأن القائد صحيح هو مسجون بالسكر ومنتشر بكل محلات. بعد 2011 اف شمولو شرچی بوی اف دجمن خواست ام تدی بهف کبن چی الحمد لله خرابی ندور تما عربا چی بو ندور تما آشوریا چی بو انا يعني ام گوش وک هفدوني شي خرابي نابينا چینه بو يعني وقتا ام راد بو ام گوش هف راد بون امرونش ام گوش هف رودنشتين يعني وام وقت بهم جيفينا هفدور ونشتين ام وقت درن جم هفدون مكمالي برا وكمالي اهلي خو يعني ام تفرقيا خرابي نكدنا برا ما نا عربا نا آشوريا نا كسكي فتنا مزنبو بس سلامتي در باسبو يعني هنكي كشتين تشيبو هنكي جيم انسان الخوفة قرية يعني ناس كرن مسألة خرابية هفدو بكوجين نا كرد خلاص دبن ونا عرب خلاص دبن وهفدو بكوجين كوب ساكنين زلامي مزن وآخر كات نابنا واند وسكن شر سكن عندن إجا أفشر داعش ذاك الميداني دي ساكي وق مسال بعرب وكرماج إجا بهف الرابون يعني وق ناس كرن إنه هاي إيه شو جا خا دركت شو قش وق خاهو برا وأهل وقش بهف الرابون نقوا في عرب نقوا في كرماج وقتها قذيفة هات قش بهف ريه وقتا شرشي تشيد بو سينغا خدان قولا قش بها ربو ابو كرماج واشوري بو كسي يعني خو فنقر كسي خو شون دندا قافك باش دلينا خستن هر يك وجه خدا شر سينغا خداي قامولو نكن اميل برهر والحمد لله تشكي خرابي حيا ايرو نابنا ما عربا تشينبو نابنا ما وشريا تشينبو يعني جيراني هفن ام اهلي هفن ام قش وكفدون كرماجا عرب جيراني خو عزمادن وهر دعوتي هفدون فرقنا بينا متنيه فرق تنبي كرد وعرب واشوري وسنان تشد في بشر في بلدي دم قش خو بران وقش اهلي هفدون يعني وق شريت بسر مدت بسر وانشيده مثلا كشتن ها بسر كرداد عرب جيب خل بير هاتو كشتن يعني قش بونيك خينا كدنا بهفدو قش كتن خندقة كيد بهفري قش كتن شربة هفري يعني قش بهفري أميج وكولاتي وك باكستان وك أفغانستان وك أبدين وقش وك ليبيا وقش بهف كتانا وقش هفدو كشتانا وقش إجا وك حدودك خستنا برا إنسان دي إنه انسان ام قش اي في اخيني بهفر بشغلين بهفر رابن بهفر بخون بهفر برات فرق وجودي تنبي برا ام قش وك هفدوبن وجال خير اخذي وصاروك اف خطط خزنا برا ملد وملد شاربو